قبل ما نيوتن يفكر في الجاذبية كان في مصري عبقري اسمه ابن يونس بيحسب حركة الكواكب بالبندول. تخيل كده، قبل 1000 سنة من نيوتن كان في واحد من بلادنا سبق عصره بعقله وفضوله. ابن يونس اتولد في مدينة الفسطاط سنة 950 ميلادي، في وقت كانت مصر منارة للعلم في العالم الإسلامي. أبوه كان مؤرخ كبير وده خلاه يعيش وسط كتب ومخطوطات من يوم ما اتولد. كان بيحب الفلك والسماء، يقعد بالساعات يبص للنجوم ويسجل كل ملاحظة بدقة غريبة. من كتر فضوله بدأ يجرب بنفسه أدوات جديدة، يشوف الكواكب بتتحرك إزاي، وكل ليلة يطلع فوق السطوح يرصد السماء ويكتب ملاحظاته بخط إيده. عبقريتنا بانت لما استخدم البندول لقياس الوقت. أيوة، ابن يونس هو أول واحد في التاريخ استخدم البندول قبل جاليليو ونيوتن بمئات السنين. تخيل مصري هو اللي فتح الباب لفهم حركة الجاذبية. كمان عمل جداول فلكية دقيقة جداً اسمها الزيج الحاكمي. الجداول دي كانت أدق ما يكون، استخدمها علماء أوروبا بعدين في حساب الكسوف والخسوف وحركة الكواكب. يعني الراجل ده كان سابق عصره بمراحل، ومؤلفاته اترجمت للاتينية، ومن خلالها انتقل علم الفلك من الشرق للغرب ومهد الطريق لثورة العلم في أوروبا كلها. تخيل بقى إن العلماء الأوروبيين نفسهم اعتمدوا على شغله، وفضل اسمه منور في كتب التاريخ لحد النهاردة. مصري اسكندراني الروح، فخور بعلمه وبلده وبيحب يفهم الكون بعقله. ابن يونس توفى سنة 1009 ميلادي، بس علمه ما ماتش ولسه منور لحد دلوقتي. راجل من مصر سبق العالم كله بذكائه وشغفه. كنت تعرف إن مصري استخدم البندول قبل نيوتن، ولا دي أول مرة تسمع عن ابن يونس؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك علشان نكمل نحكي عن عباقرة مصر اللي غيروا تاريخ العلم.